ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عاملين فيديو حلو جدا وبسيط وسهل جدا. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو. انا جبت هنا حله، حطيت فيها دي حله الضغط، حطيت فيها معلقه سمنه على حبه زيت صغيرين، وكمان حطيت دي لحمه راس كده، كان عندي كده كيس لحمه راس حلو في الفريزر، حوالي كيلو الا ربع كده. حطيته كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اشوحه كويس جدا، واحط له بقى بصلايه وطماطمايه وكمان ورق لورا وحبهان وفلفل اسود. لو عندك كمان جزر حطي جزرايه كده، يعني نعمل له بوكيه جرنيه حلو قوي كده، بيديله نكهه حلوه وبيديله كمان ريحه حلوه جدا جدا، وبيخلي معاكي الشوربه حلوه. خلاص بدات بقى ان انا اشوح بقى بكل الحاجات اللي احنا حطيناها، وزي ما قلت لك مش بحط الفلفل الاسود غير في اخر تشويح عشان ما يغمقليش الشوربه بتاعتها ويغمق لي اللحم. بعد كده جبت ميه ونزلت عليها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هسيبها هغطيها بقى كويس واحكم كده الغطا بتاعها كويس، وابتدي واحط لها الملح بتاعها كمان، لان هي في حاله الضغط مش بتاخد تسويه كتير، لان طبعا هي لحمه كمان مش كبيره. حطيتها بقى غطيتها كويس وركنتها كده على النار تاخد وتدي مع نفسها. بعد كده جبت حله تانية على النار، حطيت فيها حبه زيت صغيرين، وهحط معلقه توم كده محترمه، هنعمل تسبيكه في الحله دي، بس انا هعملها بالثوم بس. هشوح بقى الثوم زي ما انتم شايفين كده لغايه ما ياخد لون جولد معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. لو وصلتي بقى ليه لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك لو انت جديده في القناه، وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يا ست الكل يوصلك اشعار بيه ان شاء الله. هنا بعد ما التومه اخدت لون جولد كده، نزلت عليها بثلاث معالق من الصلصه الجاهزه. هبتدي كده اقلب الصلصه زي ما انتم شايفين عشان الماده الحافظه اللي فيها تطلع. هنا بقى كنت مجهزه حوالي كيلو من الطماطم، بس عصراه ومصفياه، يعني شايله منه البذور والقشور كلها. بدات ان انا احطه كده بعد ما قلبت الصلصه مع تقليبتين. حطيت صلصه الطماطم او العصير الطماطم، وبعد كده هحط له التوابل اللي هحطها ايه. احط ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه بسيطه قوي من البهارات السبعه، او ممكن لو ما عندكيش بهارات سبعه تستغني عنها وتحطي رشه من القرفه. بعد كده هظبط بقى الملح بتاعها، وبحب احط لها معلقه خل كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى لون الطماطم لون الصلصه دي تحفه ازاي، انا عايزاها حمرا كده وجميله. هنا بقى جبت حله تانية وهبتدي اسلق مكرونه. هبتدي اسلق كده كيلو من المكرونه، كيلو واحد، لان انا عامله حبه مكرونه محمرين كمان، بس مش عارفه المقطع بتاع التصوير بتاعها راح فين، لان عندي ناس هتاكل مكرونه محمره وناس هتاكل مكرونه بطماطم. خلاص هبتدي بقى اسلق المكرونه كده والتسبيكه على النار، وتعالوا بقى نعمل تتبيله. هنا جبت معلقتين توم على معلقه من هريسه الشطه، الهريسه اللي برضو اللي احنا عاملينها قبل كده، وهننزل عليها بتوابل. هننزل بايه؟ نزلت بفلفل اسود، هنزل بكمون بكزبره، والملح بتاعي ظبطته، وكمان لو عندك ليمون اعصري عصره ليمون، وكمان حطيت حبه خل صغيرين. يبقى فلفل كمون كزبره حبه ملح وكمان توم وهريسه شطه. وهبتدي اقلب بقى الخلطه دي كلها مع بعض. حسيت ان هي الكميه بتاعتها كبيره على الحاجه اللي انا هعملها، شلت حبه كده في علبه بينفعوني برضو في حاجه تانية. مش برمي اي حاجه عشان انا مش بحب اهدر في الحاجه، كل حاجه بتنفع. خلاص بعد بقى ما خدت كده الجزء اللي انا محتاجاه، جبت هنا بقى دي كبده بلدي كده شرايح، متقطعه شرايح رفيعه، الجزار بصراحه مقطعه لي حلو جدا. هبتدي بقى طبعا انا حطاها بقالها حوالي نص ساعه في مصفى، وتحتيها بوله تصفي كل الدم اللي فيها عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه دم. مش بغسل طبعا الكبده، ومعروف ان الكبده لما بتتغسل بتزفر، فانا مش بغسلها. انا احطها كده في مصفى وتحتيها بوله لمده ساعه او نص ساعه، بتصفي كل السوائل اللي فيها. بدات بقى ان انا اقلبها كويس جدا في التتبيله زي ما انتم شايفين. بصوا بقى تحفه ازاي. اهم حاجه بتاكد ان كل الشرايح طالت التتبيله اللي احنا عاملينها دي. لو وصلتي بقى للدقيقه الرابعه ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. هنا بقى كانت عندي اللحمه استوت خلاص، طفيت عليها، قعدت حوالي ساعه الا ربع بالظبط على نار هاديه. بعد ما الصفاره بتاعت الحله صفرت، عملت وطيت عليها النار خالص. بدات بقى ان انا اطلع اللحم. بصوا بقى الشوربه بتاعتها تحفه ازاي، يعني ممكن تعملي عليها حبه فته لو انت بتحبيها. انا هنا ما عنديش غير ماما واخويا بس هما اللي بيحبوا لحمه الراس، فعملت كيس صغير كده على قدهم. هبتدي ان انا اقطعه بالطريقه دي بقى بعد ما استوى. قطعته كده قطع صغيره على قد اللقمه على طول، وهبتدي ان انا ارصه في طبق. انا حطيته بقى على طول في طبق بايركس اللي هو بيخش الفرن على طول. حطيته بس تحت الشوايه تشمع حاجه بسيطه، رشيت له بقى رشه فلفل وملح وحطيته على طول تحت الشوايه كده. بصوا الاكل معانا بسيط خالص وما اخدش اي وقت.
بصوا هرصه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهدخله. طبعا الطبق ده بيخش الفرن عادي، طبق حراري يعني، بيخش الفرن عادي خالص. احطه بس يتشمع كده تحت الفرن وخلاص. على كده يبقى انا خلصت اول حاجه من الاكل معايا النهارده. النهارده اكلنا كان بسيط قوي عشان الحر اللي احنا فيه ده، مش بحب اقف كتير في المطبخ، بحب اعمل اي حاجه سريعه. بعد كده جبت بقى هنا دي رده بجيبها من الفرن او من عند العطار عادي. بحط عليها يعني كوبايه الرده، بحط عليها كوبايه دقيق، وبعد كده بحب احط لها معلقه من الكزبره واقلب كله مع بعضه كده. طب بتحطي دقيق ليه؟ عشان تفضل معايا الكبده فاتحه كده زي اللي بنجيبها جاهزه، ما تبقاش غامقه معايا. ومعلقه الكزبره بتديكي ريحه حلوه جدا جدا وانت بتقليها. باخد بقى كام واحده كده من الكبده زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلبها في الدقيق في الدقيق والرده زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب طبق اطلع عليه اللي انا عملته. بعمل كذا واحده مع بعض واروح بعد كده على الطاسه على طول. عايزه اقول لك بقى، لما انت تكوني بتحمري الكبده بتحطيها في زيت سخن مش بيغلي. بتحطيها في زيت سخن مش بيغلي، بتحطيها يا دوبك بس كده اللي هي ما تطوليش عليها في النار عشان بتنشف. كمان اول ما تلاقي الكبده طلعت من فوق الوش كده، تعرفي ان هي خلاص كده عايزه تتشيل كده، استوت. الكبده ما بتاخدش اي وقت على النار، في ثواني بتكون مستويه خلاص. هنا بقى حطيتها، هوريكم لونها دلوقتي ما طلعناه. هنا بقى كنا خلاص قليت الكبده، هبتدي بقى اقلب المكرونه. حطيت كده حبه تسبيكه زي ما انتوا شايفين. انا مش بقلب المكرونه مره واحده، يعني بقلب على قد اللي هياكله عشان تفضل سخنه. المكرونه اللي بتفيد المسلوقه بحط لها سنه بسيطه من الزيت واقلبهم فيها. كل ما حد يعوز ياكل بقلب له على طول، يسخن التسبيكه واقلب له على طول، بتفضل بقى سخنه معاكي على طول. بصوا بقى لون المكرونه وجمالها. الطماطم الوحيده اللي بصفيها بتاعت المكرونه ما بتبقاش حلوه خالص من غير تصفيه. هنا بقى خلاص بدأنا نحضر الاكل بتاعنا او الغدا. جبت اطباق كده وبدات احط المكرونه، وتعالوا بقى اوريكم شكل الاكل كله بعد ما خلص. ولون الكبده بتاعنا طالع خطير وحلو جدا زي اللي بنجيبها من المحلات من بره. كان ناقصها بس حبه سلطه طحينه، بس انا ما كانش بصراحه عندي طحينه، وما كنتش اعرف اصلا ان انا هعمل كبده. بصوا لون الكبده تحفه ازاي، خطير بجد، لونها حلو قوي قوي. وكمان طريه مش ناشفه زي ما قلت لك، ما تطوليش عليها على النار عشان ما تنشفش منك. طلعت بقى كمان جنبها ليمون مخلل. الليمون ده طبعا من السنه اللي فاتت عندي لسه. بصوا تحفه، عايزه اقول لكم خطير، عامل زي الزبده بالظبط. وده كان شكل الاكل بتاعنا النهارده لما خلص. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولي رايكم في الكومنتات. ولو انت اول مره بتشوفيني اتمنى ان تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واستنوني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وبحبكم جدا جدا وربنا يخليكم ليا.